الهلال ما يحتاج احد يسوق له كبراند عالمي. الان نادي الهلال مع شعار، مع الهويه الجديده والشعار الجديد، لعب مع تشيلسي ولعب مع معليش ما يخالف ولعب طالع الرابع العالم مرتين، بحقق كاس اسيا 8 مرات. يعني ارقام الهلال تنصفها. انا ما راح ادخل معك في الجدل الرقمي لان عشان تقدر تنام اليوم. فاتوقع ان تقليدي، يعني ما تجيب لي مقاطع للهلال، ما تجيب لي بطولات الهلال التقليديه، لا تصاغ بطريقة إنتاجية أكبر، وبطريقة يكون فيها سيناريو رائع، محتوى مهم جدا عن تاريخ النادي، كيف تأسس ومتى تأسس وش البطولات اللي حققها وكيف البطولات اللي حققها. لا يسويها. لا أتوقع النصر ما يسويها عشان ما أعرف من المؤسس. لما تعرف المؤسس يسويها النصر. فأتوقع لا يسويها. طيب معلومات مو صحيحه. لحظة. لا انا والله ما ودي، بس عشان كذا انا ما ودي انها أنا ما تكلمت عن الموت، أعوذ بالله. مؤسس النصر الموضوع ما ودي اني ياخذ منحنى اخر. معليش والله ما ودي ياخذ منحنى اخر الموضوع. لا انت تكلمت مؤسس النصر يا جماعه. هو لما تكلم لا تاخذ الناس الشغاله يا جماعه. انا اشوف انه وثائقيات نادي النصر افضل شيء. بارك خالد. فأتوقع إنه خليك في صميم أفضل. هم اللي قاطعوني أبو عبد العزيز. لا انت تقول كلام غلط وتصير للناس يا جماعه. ماجد. ختاما اتوقع، يعني ختاما بلغه الارقام مثل ما قال ابو عبد العزيز استاذ خالد واثني على كلامه، ان لغه الارقام هي اللغه الوحيده الجافه التي تؤلم الاخرين وتوجع الاخرين. نادي الهلال الافضل فريق يستطيع ان يتعامل مع الشركات والشركات مع الهلال لرفع القيمه السوقيه لتلك الشركات. كيف ممكن يجي